ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. تعالوا النهارده هنعمل كفته الحاتي، جنبها كده رز. شوفوا هي زي الصواني اللي بتطلع عندكم في مصر، يعني المطاعم اللي بيطلعوها. انا بصراحه انا عارفه الكفته ممكن ما تتاكلش بدقوس، بس قالوا عايزين دقوس وعايزين رز، فانا عملت الدقوس وعملت الرز عشان يبقى شكله زي المطاعم، بس ما عملتش اي حاجه تاني غير الكفته. يعني طريقه سهله وحلوه، مش محتاجه تزودي اي حاجه، وعملتها جنبها طحينه كده لان الكفته محتاجه طحينه. فتعالوا نبدا الفيديو ونشوف الحاجات الرهيبه دي اتعملت ازاي، مكونات كلها في البيت، وكل تركه بتعمليها الحاجه هتطلع معاك حلوه. يلا نبدا الفيديو. ادي كده يا ست الكل معاي لحمه مفرومه، دي 400 جرام من الضاني و400 جرام من اللحمه العجالي. ممكن تجيبي ليا من الجزار، بس يعني انا قلت اجيب ضاني احسن. معاي كده بصلايه كبيره وشلتها منها الميه، عصرت منها الميه بعد ما فرمتها في الكبه. ودي بقدونس رزمه كامله هحطهم كده. والبهارات بتاعتنا ملح فلفل نص ملعقه صغيره، ربع ملعقه من السبع بهارات، لان انا هحط دي بهارات الكفته، ملعقه صغيره من بهارات الكفته. لو ما عندكيش حطي البهارات السبع بهارات كويسه. نقلب ده كله مع بعض. ادي كده يا ست الكل بعد ما عجنتها كويس. انا حطيت هنا ملعقه كبيره من البهارات بتاعت الكفته، شويه فلفل اسود، 7 بهارات، خليها نص ملعقه صغيره. بس انتي لو مش عايزه تحطي ما تحطيش. وظبطت الملح طبعا زي ما شايفه كده. بس انا هعمل هنا تركه حلوه هنعملها مع بعض. انا ولعت على فحمه، هجيب كده صحن. ادي كده يا ست الكل جبت الفحمه، هجيب زيت او زبده او سمنه اللي انت تحبيه كده شويه، ونغطي عليها. ادي كده يا ست الكل هنعمل طحينه مع بعض. نجيب الطحينه بتاعتنا، نحط شويه كده، نحط لها نص عصيره ليمونه. انا هحط شويه خل، ما بحبهاش بالخل، شويه بس عشان ده مركز. نفكها بالميه. هنا قوامها كويس زي ما شايفه معايا كده يا ست الكل. هحط شويه ملح ونظبط الملح، الليمون كويس والخل وندوق. هحط شويه كمون، ممكن تحطي توم، فص توم، بس انا مش هحط توم. هنا نظبط الملح بتاعنا كده مظبوطه، مش محتاجه ولا حاجه. نحطها في التلاجة، شوف بعد كده هنعملها. هنا هنشوف اللحمه بتاعتنا اخدت كل ريحه الدخان زي ما شايفه كده. نطلع دي ونحط اللحمه بتاعتنا في التلاجة. ادي كده يا ست الكل هنجيب الكبه بتاعتنا. شوف انا جهزت الخضار بتاعي عشان ما اخدش من وقتك كتير. دي طماطم ونص او طماطمايه كبيره، ما عنديش طماطم كبيره. ده 2 سبايسي فلفل اخضر، ده فصين توم كبار، ده فلفل احمر رومي يعني اقل من نص ربع كده، ده نعناع، واحده بصل اخضر كامله. المهم هنجيب الكبه كده بعد ما قطعنا الخضار ده كله. بعد كده عايزة ربع كوباية من الزيت، ممكن تحط زيت زيتون. انا بصراحة ما بحبش زيت الزيتون، جربته قبل كده وما عجبنيش، فبقيتش ما بحط زيت زيتون. فانا حطيت زيت نباتي ونص عصيرة ليمون. وهنحط البهارات بتاعتنا، نص ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص ملعقة من البابريكا المدخنة، الملح طبعا على حسب ما تحبه، نص ملعقة من الصغيرة كمون، ونص ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. نحط ده كله في الكبة وهنضرب. ادي كده انا مش عايزه اضربه شديد، يكون كده فيه يعني انت بتاكلي يكون حلو طعمه احلى. شايفه كده كده كويس. بس هنا ممكن نظبط الملح بتاعنا. ادي كده 2 الصوص بتاعنا جاهز. ودي الطحينه بتاعتنا هرش لها شويه من فوق كده، شويه كمون، وهزينها بالنعناع او اي حاجه وتخليها كده. ادي كده يا ست الكل هنعمل الكفته بتاعتنا بعد ما ريحتها في التلاجة. شوفي انا هجيب المسن، بصراحه بيطلع الكفته حلوه، فهشيل الكفته بتاعتي كده. انا بصراحه هعملها في الاير فراير، فانت ممكن تحطيهم في الفرن في صينيه او على الفحم لو جوكم حلو. نحن نمطر. قوليلي في الكومنت انتوا ايه الجو بتاعكم، حلو ولا مطر؟ الشتاء بتاعكم ايه؟ بصراحه ريحه الفحمه خليتها في حته تاني، شايفاها بتكون حلوة فاضية. انا هخلص كل الكمية بتاعتي واحطها في الاير فراير. ادي كده يا ستي الكل 800 جرام عملتها كلها.
انا مش هعملها كلها بصراحة، يعني هناكل على قدنا والباقي هحطه في الفريزر. تمام، فهسه احط انا في الاير فراير، ممكن تحطيها في الفرن زي ما قلت لك، او لو الجو حلو عندكم اعملوها على الفحم. ادي كده يا ستي الكل، عملت معايا الكفتة بتاعتي ما طولتش، وده الصوص اللي عملناه مع بعض، الدجوز والطحينة. هوريكي الطراوة بتاعت الكفتة، شايفة ازاي جوسي من جوه، والطعم ندوب مع بعض. وانا عملت رز جنبها، ممكن تاكليها بالعيش، بس قالوا عايزين رز قلنا نعمل رز. بصراحة الكفتة حلوة، كفتة الحاتي بالظبط، البهارات مظبوطة، بس ممكن تقللي الفلفل الاسود حتة بس، يعني ما تحطيش كتير. فادي ده كان الفيديو بتاعنا، طريقة سهلة وحلوة للكفتة، فحبيت اجربها معاكم. وبصراحة الضاني مديها طعم مع العجالي رهيبة، فجربيها نص كده ونص كده، او جيبي اللي هي بتاعت الخروف. فده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى ان الوصفة تكون عجبتك واستفدت منها، وان انت تجربيها. لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.